في زيارة هي الأولى لزعيم أجنبي بعد مباشرة الرئيس الإيراني حسن روحاني لمهام منصبه، حملت الكثير من الدلالات والأبعاد، وشكلت مادة دسمة للصحفيين والإعلاميين للإدلاء بدلوهم حول ما تحويه جعبة الضيف العماني. فمن قائل إن لدى سلطان عمان مبادرة غربية تتعلق ببرنامج إيران النووي، إلى تحليلات تتحدث عن تسهيلات لاسترجاع أكثر من 80 مليار دولار هي عوائد بيع النفط الإيراني، أعاق تحويلها إجراءات الحظر الغربية التي طالت المصارف الإيرانية، إلى حديث عن فتح قناة للحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن وصولا إلى الحوار المباشر. نرحب بقدوم سلطان عمان، ونبحث في طهران موضوع التعاون الثنائي بين بلدينا، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، والتي تمر بمرحلة عصيبة وتواجه خطر التطرف والإرهاب. لابد أن تكون بين عمان وإيران علاقات حسن جوار وتواصل وتفاهم. تتجاوز الزيارة إطار العلاقات الثنائية التي حافظت على دفئها رغم كل العواصف التي مرت بها المنطقة، ما مكن مسقط من القيام بدور الوسيط بين طهران من جهة والغرب من جهة أخرى، مستعينة بهامش الثقة الذي تحظى به من قبل الطرفين. إلا أن السلطان قابوس والذي سيحظى بفرصة لاستمزاج التوجهات الإيرانية خلال الأيام الثلاثة التي سيمضيها ضيفا عليها، وسيحمل عند عودته مواقف طهران التي وضعتها تحت سقف حقوقها القانونية بالاستعمال السلمي للطاقة النووية بمقاربة شفافة تزيل أي بواعث للقلق، بالتوازي مع تراجع الغرب عن سياسة الحظر الأحادية. وعلاوة على ذلك سيقف الزائر العماني على مواقف طهران من التهديدات الأمريكية الموجهة لسوريا أخيرا. محمد حسين الموسوي، العالم، طهران.